السلام عليكم. اليوم راني في منطقة الجفالة للولاية المنتدبة قصر الشلالة. اليوم نلتقي مع الشيخ يوسفي رابح أستاذنا السابق وإطار التعليم السابق، معرفة قديمة الأستاذ رابح. فهمتني؟ إنسان ربي يحفظه، إنسان يحترمنا، إنسان كيشوفنا يضيفنا ويعرضنا، ربي يحفظه إن شاء الله. لقينا فيه الابتسامة، لقينا فيه التواضع. اليوم نقول له السلام عليكم الشيخ رابح، نتلاقي به ربي يحفظه وديما صدقوني يفرح بيا الحق هذا. والاخ بكم نشوفوا هي النشاطات تاعي متنوعه عن طريق بلاد، عن طريق فكاهه، الاحواج نوصلهم من افاده العامه والجميع. الاستاذ رابح طلعت عليه، طلعوه هذه النهارات السرق بسرقه، طلعوه باللي السرق في زمه الامير عبد القادر. كاين اللي انضموا معاه واللي انضموا معاه نشكرهم الا نسبه قليله. كاين بصح الناس قاعده تسرق، الناس قاعده تسرق. هو من السرقه تاعو زعف، حاول حتى يرحل من زمة الامير عبد القادر، راح يرحل ورسلوه منا ومنا، تابعنا ورسلوه منا ومنا راح تسكن هنا عندنا. هو ود المنطقه ود البلد ود زمة الامير عبد القادر، طاقين اولويه ليكم ترفعوه. ورسلوه ناس بقصر الشلاله، قالوا له ارواح لينا، قالوا له اهلا وسهلا بيك بينا، نسلوك الشلاله، قالوا لك اهلا وسهلا بيك وارواح لنا. فهمتني؟ وهذه الناس اللي على ما تابعتوا من سرقه ورجعوها السياسه. هذه السرقه زي والسياسه زي، السياسه لها باب وما ليها، والسرقه مضره الجميع. قادر هو السرق قدوة السرق انا وانت هو هي الى اخره. وهذا السيد يحكوا له داره قدوة، يحكوا اي انسان. النبي صلى الله عليه وسلم وامر السارق تقطع يداه وباش توقف معاه، خاطش السارق هذا قادر يكون قاتل، قادر يكون يخرج معاه في ليل ولا حاجه، قادر يقتلك السارق. وهذه مضره الجميع. ها هو حاول يروح يسافر كاع، تلاقيت معاه منطقه جفاله، قدمت له قلت له بلدك واهلك وقاشيك وين تروح. الله الكلمه ليه، هو قلنا كلمه الشيخ رابح. ربي يحفظ سي ميلود. امين امين. اليوم التقينا صدفه مع سي ميلود، اصر انه يدير لي فيديو مباشر، قلت له ماش مشكل عادي. على كل حال بارك الله فيكم. فيك بركه. انا ندور دار قبيله في قصر الشلاله، تلاقينا يعني ناس يعني ما شاء الله. نعم. تلاقيت تجاوب وتضامن مع اهلنا في قصر الشلاله. نعم. الشيء اللي يصرى انا ما كنتش حاب يكون يعني هذا الامر هذا زخم اعلامي كبير والله، ولكن تلاقينا يعني تضامن واسع من اهلنا من قصر الشلاله. كاين حتى جماعه والله ما نعرفهم قالوا انا كنا تضامن معاكم من الى اخره. ما استصع عليك لا تخدم نائب ولا في العضويه تاع السياسه. المهم قال لك على كل حال تحيه اجلال لكل اهلنا في قصر الشلاله بدون اسماء، بدون ذكر الاسماء. نعم. وتحيه خاصه الى السيد ميلود. السيد ميلود اليوم راه ثاني اخر ربي يحفظه ان شاء الله، وراه مشهور يعني في وسط الاعلامي، مشهور انه يقول كلمه الخير، يفعل الخير دائما، يعني كما الحاجه الزينه ينشرها. ربي يجازيك. واحنا لازم نكون اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وقتها هو الحقره والظلم وكان السرقه وكان الى اخره وكان والنبي صلى الله عليه وسلم قوه عطيها له الله تعالى وعلم متفيق علينا ومتفيق العالم كله باسره. بصح ما ضربش وما دوسش، كان ينصح الامه، كان ناصح، كان يتفائل الخير. وما ادرك انتم تحكموا الانسان، شكون انتم؟ صحابه، شكون انتم اللي ناس بساطه. انصح خوك، وقف معاه في الشده. انسان قادر يتفجر، قادر ينتحر. كونوا لازم عباد شوفوا تحكموا. راه يستنى فيكم القبر، وكلنا رانا رايحين للقبر. انسان يرجع لله تعالى، ينصح خوه، يكون فعال الخير، يكون ايجابي. بارك الله فيكم، وتحيه الجزائر وشكرا.